هنأت الفنانة ريهام حجاج زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة بعد فوزه بعضوية مجلس الشيوخ للدورة الثانية 2025 إلى 2030 عبر منشور نشرته على حسابها الرسمي على موقع انستجرام. ونشرت ريهام حجاج مقطع فيديو لزوجها وعلقت عليه وقالت: مبروك يا حبيب قلبي يا سيادة النائب المحترم، مبروك فوزك للدورة التانية بعضوية مجلس الشيوخ 2025 إلى 2030. دايما فخورين بيك يا حياتي وربنا يقدرك، بحبك بحبك. وكان مقطع الفيديو اللي نشرته ريهام حجاج لتهنئ زوجها هو مقطع وهو يتابع سير العملية الانتخابية لزوجها محمد حلاوة. وتقدم حزب الشعب الجمهوري بالتهنئة إلى نواب الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تقديرا لثقة المواطنين التي تجسدت في صناديق الاقتراع، وتأكيد على الدور الذي يتطلع به الحزب في تمثيل مختلف فئات المجتمع تحت قبة البرلمان. ويأتي هذا الفوز ليعكس حرص الحزب على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية ودوره في دعم مسيرة التنمية وتعزيز العمل التشريعي بما يخدم المصلحة الوطنية. ويذكر أن الفنانة ريهام حجاج شاركت في الموسم الرمضاني بمسلسل أثينا، وشاركها البطولة الفنان القديرة سوسن بدر وأحمد مجدي ونبيل عيسى ومحمود أبيل وسلوى محمد علي وجنى الأشقر. والعمل كان من تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى إسماعيل. والجدير بالذكر أن الفنانة ريهام حجاج تزوجت من رجل الأعمال محمد حلاوة وهو طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز، وأنجبت الفنانة ريهام حجاج من محمد حلاوة يوسف وجميلة.